مطعم وعمارة محمد حسني مبارك في باريس 2 أغسطس. احنا قدام العمارة بتاعة الدكتاتور محمد حسني مبارك، 1 بلاس ريو دي جينيرو. العمارة دي مفترض إنها ملك الحكومة المصرية، هي تساوي ملايين الجنيهات المصرية. بعد الثورة تحدث الكثيرين عن العمارة التي يجب استردادها للشعب المصري. من ساعة رئيس الوزراء الأولاني عصام شرف واللي بعده واللي بعده محدش اتحرك بشكل رسمي إلى الحكومة الفرنسية لطلب استرداد أو بيع أو الانتفاع بعمارتنا التي تساوي الملايين. تخيلوا الملايين دي ممكن تعمل ايه لأطفال الشوارع اللي مش لاقيين لا أكل ولا شرب ولا سكن. عاد الاغتصاب والإهانات اليومية. أنا بصور العمارة النهاردة عشان تبقى فقط أرشيف لأي رئيس وزراء هيجي تاني أو أي رئيس جمهورية شريف منتخب هيهتم بأموال المصريين اللي سرقها محمد حسني مبارك ونظامه في الخارج. باريس دايما 2 أغسطس. المطعم الكبير الهايل ده تحت العمارة بتاعة محمد حسني مبارك اللي أنا صورتها من شوية وشفتوها مهجورة من الخارج. المطعم ده مفتوح بقاله شهرين. سألت واحد من اللي بيشتغلوا، مش هقول اسمه طبعا، أكد لي إن هم بيدفعوا الإيجار طبيعي جدا. فسألته إزاي بتدفعوا الإيجار والعمارة مهجورة؟ قال لي يعني إحنا معلوماتنا إن العمارة ملك الحكومة المصرية. قلت له طب بعد الثورة بتتعاملوا إزاي؟ أكد لي إن صاحب المطعم ده هو مصري وهو اللي متكفل بكل الإجراءات القانونية. السؤال الآن إزاي المطعم ده مفتوح تحت العمارة المهجورة دي؟ ومن هو المصري الذي له حق الانتفاع؟ لكم حبي وفؤادي. هشام جاد.